في مثل بيقول انا راضي وابوها راضي، مالك انت بقى يا عم القاضي؟ المثل ده حرفيا بينطبق على كل ما هو ليس اهلاوي. بعد مباراة الاهلي وشاب بلوزداد والتعادل السلبي، في حالة غريبة وعجيبة بنشوفها على السوشيال ميديا. البعض يقول لك شاب بلوزداد يفقد نقطتين غاليتين. البعض بيقول لك الاهلي ينجو من هزيمة. البعض بيقول لك يا سيدي الفاضل، احنا كهلاويه متعودين دايما بنقف ورا فرقتنا في مستواها، يعني متراجع كان او في تألقها. احنا لعبنا مباراة ما كناش في كامل جاهزيتنا، اللعيبه كلها بلا استثناء، بل كان النجم الافضل في مباراة الاهلي كان مصطفى شوبير ربنا يحميه وياس ابراهيم. يعني كويس اللي احنا طلعنا بنجم ان شاء الله هيقدر يسد في غياب الشناوي، ويكون باذن الله رقم واحد في مصر ومنتخب مصر في السنين اللي جايه. انتوا شفتوا الظروف اللي الاهلي بيلعب فيها في الجزائر ازاي؟ يعني انت عايز اقول لك الامطار في حد ذاتها مش مساعده لعيبه الاهلي على انها يعني اللعيبه تتزحلق. دي حاجه، والحاجه التانيه انا بألوم على كولر عشان برضو ما نحملش اللعيبه نفسها كل حاجه. كولر انا قاعد وصحابنا قاعدين وكاننا احنا اللي بايدنا قرار تغيير. والله الناس كلها قالت في الدقيقه 75 هنغير، وبالفعل ما اعرفش كولر قاعد. يعني انت بتحسبها ازاي؟ يعني انت مثلا خايف تنزل عمرو السولية اللي عنده اجهاد، وخايف تنزل رضا سليم اللي راجع من اصابه، وخايف تنزل كام لاعب انت بتحافظ على سلامتهم. طب ما انت ملاعب امام عاشور برضو اللي هو لابس واقي في دماغه، وملاعب اكرم توفيق برضو اللي راجع من اصابه. يعني انت معرفش ليه كان قاعد على قفشه وكهربا ورضا سليم وكريم فؤاد. طالما اللي عندك في الملعب مش في الحاله، يبقى ما تبكيش على اللي على الدكه ولا تبقى عليهم نزل. ما تجيش في اخر 4 دقايق وبعدين ده احنا اللي دخلنا شاب بلوزداد في الجيم. الشوط الاول احنا كنا افضل، واقفين على رجلينا في تركيز. لا، الشوط الثاني احنا ما جيناش خالص. فبالتالي انتهت المباراه 0-0. الاهلي 6 نقاط، شاب بلوزداد 5، ويتبقى يانج افريكانز وميدياما الغاني كل واحد فيهم 4 نقاط. لسه بقى هنشوف الجولة القادمة، ربما هي اللي هتحسم بإذن الله تعالى مجموعة النادي الأهلي. الأهلي رايح لميدياما الغاني برصيد 6 نقط، وميدياما 4، ولسه يانج افريكانز وشاب بلوزداد. اعتقد معرفش المباراة هتكون عند مين فيهم. فالنادي الأهلي يهمه جدا 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 على الأقل برضو إنك تتعادل، ما تخسرش. هيكون معاك 7 نقط. لو تعادل يانج افريكانز والشباب بلوزداد كده احنا الحمد لله، ترجع يانج افريكانز في القاهره تظبط الدنيا، صعد اول مجموعه باذن الله. ولكن بقى لا قدر الله تحدث في الامور انك لا قدر الله تتغلب من ميدياما، تقف على 6 نقط، يكسب شبه القبائل يبقى مع 8 نقط، تيجي انت القاهره لازم تكسب عشان يكون معاك 9 نقط. يعني طب ولا ايه؟ احنا ان شاء الله نلعب مباراة نعوض فيها كل ما افتقدناه في مباراة شباب بلوزداد الجزائر، وان شاء الله كالعادة النادي الاهلي في مكانه الطبيعي اللي بيتأهل ويوصل للنهائي ويحافظ على اللقب. عايز اقول لجماهير السوشيال ميديا اللي دائما وابدا بتفرح لمجرد ان الاهلي يتعادل، عايز اقول لك احنا حزنانين وزعلانين، ولكن لعيبتنا مش في الفورمه النهارده. علي معلول وغيره ومروان عطيه وامام عاشور وكلهم، حتى مونس ماليش حد يخدم عليه، مش مشكله. شابوه لعيبه، وان شاء الله القادم افضل. وافريقيا معروفه دايما لمين؟ للكبار، لان الاهلي دائما هو من يصنع الكبار. دمتم في رعايه الله.
وانتظرونا دائما وابدا على ملك باتن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.